بيبدأ الفيلم في مكان مهجور، وبنشوف بطلة الفيلم دريسا اللي بتكون نايمة في نفق صغير، وبتصحى وبتعد الأيام لحاجة معينة، وفجأة بتسمع صوت طيارة وبتبص من فتحة صغيرة في النفق، وبتوجه بندقيتها على شخص مهم وبتقتله. وفي مكان تاني بنشوف ليفاي واللي بيكون قناص متقاعد من الجيش، وبيصحى مفزوع من النوم وبينزل يقعد على الشاطئ وبيفضل يكتب مذكراته لحد الصبح، وبيجيله رسالة من رقم مجهول واللي بيكون مضمونها انه معمول له استدعاء من الجيش، وبيروح معسكر بندلت واللي بيكون معسكر في قاعدة المشاة البحرية، وبيلقي التحية العسكرية على اللي موجودين في المكتب، وبتطلب واحدة من الموجودين من العقيد انه يسيبهم على انفراد، وبنعرف انها بتكون عميل سري في المشاة البحرية، وبتبدأ تكلمه عن تاريخه وبتسأله مجموعة أسئلة، وبتقوله انها هتكلفه بمهمة صعبة. وبنرجع تاني لدريسا وبتكون خلصت مهمتها ورجعت على بلدها، وبتروح المقابر تزور والدتها، وهناك بتقابل باباها واللي بيقول لها ان في إشاعة بتقول انها اتصورت في مسيرة في بيلاروس، وبيسألها لو كان الكلام ده حقيقي وانها لو كان ليها علاقة بموت الأوليجارك، وبتقول له ايوه، وبتكون ندمانة وزعلانة عشان عنده ولاد، وبتديله الرصاصة اللي قتلته بيها، فبيقول لها ما تندمش لانه كان بيتاجر في صواريخ الفسفور الابيض، وان في اطفال كتير ماتوا بسبب تجارته، وبيطلب منها انها تفضل معاه اسبوع، لكن بتقول له انها مش هتقدر لان القائد بتاعها استدعاها في اجتماع في موسكو. وساعتها ابوها بيتضايق، فبتغير الموضوع وبتسأله عن صحته، وبيقول لها ان الدكتور قال له انه عنده سرطان وخلاص هيموت، فبتزعل جدا عليه. وفي شهر سبتمبر بيكون ليفاي في طيارة عسكرية، وبيكونوا مركبين له محلول في مادة مخدرة، ولما بتخلص بيفوق وبيشيل، وساعتها بتجيله بنته وبتاخد بصمته، وبتطلب منه يحط ساعته وتليفونه في الشنطة اللي معاه، وبتعرفه انهم بعد 3 دقايق هيوصلوا لمنطقة الحظر الجوي، وانهم مش هيقدروا ينقلوه لمكان تاني بعدها، وبتديله خريطة وبتقول له يفتحها وهو على الارض، ولما بتمشي بيوقفها وبيسألها عن المكان اللي هم فيه، فبتقول له انها مش مسموح لها تجاوبه على السؤال ده، وبيجهز وبينط من الطيارة وبيوصل للمكان اللي مطلوب، واللي بيكون عبارة عن مضيق عميق كله ضباب، وبيظهر شخص بيرحب بيه وبيعرفه بنفسه، وبيقول له ان اسمه جاسبر وان شهرته جي دي، وبيكون شغال في البحرية الملكية، وبيمشوا سوا وبيسألوا جي دي يعرف ايه عن المهمة، فبيقول له ليفاي انه ما يعرفش حاجة وانهم ادوله بس خريطة، فبيقول له انه موجود هنا من سنة وانه ما يعرفش حتى هو فين، وبيقول له انه فرحان انه قابل حد وانه اول شخص يكلمه من سنة، وبيعرفه انه هو هيكون مكانه عشان مهمته هتخلص في نص الليل، وبيوصله لبرج المراقبة، وبيقول له ان البرج ده هيكون مكانه لمدة سنة، وبيعرفه ان البرج ده شغال بالطاقة الشمسية، وبيبدأ يوصف له المكان. وساعتها بيسأله ليفاي عن الجانب التاني من المضيق، وبيقول له جاي ان برج المراقبة الشرقي وان ممنوع يتواصل مع البرج الشرقي، وانه ما يحاولش يروح هناك لان شمال وجنوب الاخدود كلهم متفجرات والغام، وانه لو حاول مش هيقدر يوصل. وبيدخلوا البرج وبيبدأ يشرح له طبيعة مهمته، وبيديله تعليمات عن المكان والمهمة، وبيسأله ليفاي عن المخفيات، فبيقول له جاي انها نوع من الاقمار الصناعية وان موجود منها واحد في كل كيلو متر، فبيسأله ليفاي عن اهميتها، فبيقول له جاي انها بتبعت اشارات مزيفة عشان تخفي الاخدود عن الاقمار الصناعية الخاصة بالتجسس. وبيسكتوا فجأة وبيسمعوا صوت، فبيسأل ليفاي عن مصدر الصوت، وبيقول له ان اسمه الجو، وانه ما يعرفش هي ايه ولا ليه اتسمت كده، وان كل اللي يقدر يقوله له ان في اواخر الاربعينات بعتوا 3 كتائب كاملة متكونة من 2400 راجل للاخدود عشان يصفوه، لكنهم ما رجعش منهم ولا واحد، وان بعد الحدث ده بقت الحماية مقتصرة على مراقبة الاخدود بس. وبيمشي جاي وبتجيله طيارة من الجيش، وساعتها بيطلبوا منه انه يأكد هويته، وبعدها بيشكروه على خدمته وبيقتلوه. وفي شهر اكتوبر بيكون ليفاي بيتأكد ان كل الأنظمة شغالة، وبيرجع البرج وبيلفت نظره مكتبة، فبيقوم يبص عليها لكن بيلاحظ ان في كلام مكتوب وراها وبيفهم انه باب، فبيفتحه ساعتها بيلاقي حيطة مكتوب عليها كلام، وساعتها بيبتدي يقراه، وبيطلع ان كل ضابط بيجي يحرس الأخدود بيكتب رسالة للضابط اللي بعده. وبيسمع ليفاي صوت وبيبص من جهاز المراقبة، وبيلاقي في الجانب الشرقي بنت بتقطع شجر، وبالليل بيكون نايم وبيقوم مفزوع بسبب صوت الرعد، وبياخد باله من البنت وبيشوفها تاني من المنظار. وبنروح لدريسا اللي بتكون بتحتفل بعيد ميلادها في شهر نوفمبر، وبتلاحظ ان في حد موجود في الجانب الغربي، فبتكتب له وبتسأله عن اسمه، وبتضرب نار في الجو عشان تلفت نظره، وبياخد باله ليفاي وبيرد عليها، وبيكتب لها انهم ممنوع انهم يتواصلوا مع بعض، فبتعرفه على نفسها وبتقول له ان النهارده عيد ميلادها وانها هتعمل اللي هي عايزاه، فبيقرر انه يحتفل معاها، وبيكتب لها وبيعرفها على اسمه. وبتفرح دريسا ان في حد هيحتفل معاها بعيد ميلادها، وبتشغل اغاني وبترقص وبتطلب منه انه يرقص زيها، لكن بيقول لها انه ما بيعرفش يرقص وانه شاطر في الرمايه، فبتطلب منه انهم يتنافسوا لكنه ما بيرضاش، وبيكون هيسيبها وهيدخل، لكن بتضرب نار وبتكسر له كوبايه عشان تستفزه، وساعتها بيقرر انه ينافسها، وفجاه بتسكت وبتشاور له انه يبص على الاخدود، وبيبص وبيلاحظ ان في كائنات غريبه بتطلع منه، فبيضرب عليهم نار وبتنفجر الالغام، لكن بيطلعوا تاني وبتقرر انها تساعده وتضرب عليهم نار، وبيكونوا فاكرين انهم اتخلصوا منها، لكن بتاخد بالها انهم طلعوا عندها،
بيقتلها وبيضربوا عليهم برضه لكنها بتتصاب وبتقوم وبتكمل لحد ما بيقدروا انهم يتخلصوا منهم. وتاني يوم بتعالج دريسا جرحها وبيركب ليفاي قنابل بدال اللي اتفجرت. وبنوصل لشهر ديسمبر وبيكونوا ليفاي ودريسا بقوا صحاب وبيتواصلوا مع بعض عن طريق جهاز المراقبة والكتابة برغم المسافات اللي بينهم. وبيحتفلوا سوا بالكريسماس وبيلعبوا شطرنج. وفي شهر فبراير بيكون ليفاي بيأمن على المكان زي كل يوم وبيدور عليها لكنه ما بيلاقيهاش. وبالليل بتكون دريسا قاعدة جنب صورة أبوها وبتعيط وبيشوفها بالمنظار وبيكتب لها وبيسألها مختفية ليه، فبتقول له إن يومها كان صعب وإنها بتتمنى لو كان يقدر يكون معاها. وبيحاول ينام لكن ما بيعرفش يبطل تفكير في كلامها وبيقرر إنه هيتجاوز الحدود وهيروح لها وبيوصل حبل ما بينه وما بينها. وساعتها بتشوفه وبتفرح وبيروح لها فعلا وبيعترف لها إنه بيحبها وبيقضوا اليوم كله مع بعض وبيحكي لها عن نفسه. وتاني يوم بيودعها وبيرجع للبرج بتاعه لكن قبل ما يوصل للبرج بتكون الكائنات طالعة عنده وساعتها بتنفجر قنبلة وبيتقطع الحبل وبيقع في الأخدود. وبترجع دريسا تجيب أسلحتها وبتنط وراه بالباراشوت لكن بتتعلق في المية والمية بتزقها لحد ما بتلاقي شجرة. في نفس الوقت بيكون ليفاي متعلق ومغمى عليه ما بين الأشجار وبيفوق وبيلاقي حشرة غريبة ماشية عليه فبيضربها بالنار وبتموت والحبل بتاعه بيتقطع وبيقع على الأرض وبيمسك في كائن وما بيعرفش يقوم وبيكون بيحاول يموته لكن دريسا بتنقذه في الوقت المناسب وبتساعده يقوم وبيمشوا سوا. بس بيظهر لهم اتنين من رجالة الجو وبيقدروا يتخلصوا من واحد منهم والتاني بيهرب. وبتدور دريسا على حبل التسلق الآلي لكن بتكتشف انه وقع منهم في النهر. وقبل ما يمشوا بيشوف ليفاي ان الراجل اللي مات لابس ملابس عسكرية أمريكية قديمة فبيفتكر كلام جي عن ال 2400 جندي اللي دخلوا الأخدود. وبيقول لدريسا ان الجنود دي من الأربعينات وانهم الكتائب اللي مفقودة فبتقول له انهم المفروض ماتوا من زمان. وساعتها بيكملوا مشي وبيدخلوا مكان كله جماجم وهياكل عظمية وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا الأرض مشقوقة فبيفهموا ان الأخدود اتكون بسبب زلزال. وبيسمعوا أصوات كتير وبيأمنوا بعض لحد ما بيلاقوا كنيسة مهجورة وساعتها بيدخلوا فيها وبيلاقوا فيها ناس كتير ميتة وبيكون موجود هيكل عظم ماسك في ايده علبة سم وبيعرفوا انهم انتحروا. وفي نفس الوقت بيكون في واحد من الهياكل العظمية بيراقبهم من فوق وبيسمعوا صوت فبتبص دريسا لفوق وبتلاقي بيوت العناكب وبيقع عليها عنكبوت وبتقع على الأرض وبيلاقوا عناكب كتير نازلة من كل مكان فبيضربوا عليهم نار وبيكونوا هيهربوا وبيلاقوا مجموعة من رجال الجوف بيهاجموه وساعتها بيخلصوا منهم وبتفجر دريسا الكنيسة عشان تقدر تفتحها من الناحية التانية ويهربوا. فبيقول لها ليفاي انهم في كل مكان وانهم مكشوفين ليه وبتقول له انهم هيستخبوا في جدار الأخدود. وساعتها بيقول لها انهم لو اتحاصروا هيموتوا فبتقول له دريسا انهم ميتين على اي حال وبتفتح باب وبتدخل فيه. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيلاقوا باب تاني وبيدخلوا وبيلاقوا مختبر ابحاث وبيلاقي ليفاي فيه شريط فيديو وبتلاقي دريسا مولد كهرباء وبيشغلوا المولد وبيشغلوا الفيديو اللي بيكون فيه دكتورة ابحاث وبتقول ان في يوم من شهر يوليو سنة 1946 ان مجتمعهم تم انشاؤه بعد ما اتعملت اتفاقيات سرية بين دول الشرق والغرب بعد الحرب العالمية التانية وقت تطوير روبرت اوبنهايمر وجماعته للقنبلة الذرية. وان كان بيتم تطوير صواريخ بيوكيميائية بتشبه القنبلة الذرية. وان قبل 6 ايام ضرب زلزال بقوة 8 ريختر موقع تطوير الصواريخ ودمره. ونتيجة التدمير ده انتشرت المواد الكيميائية في الأخدود وانهم بيشتغلوا كل ده عشان الفيروس ما يطلعش للعالم بره الأخدود. وان ده تسبب في دمج الحمض النووي البشري بالنباتات والحيوانات والحشرات. وان في حالة الإصابة بالفيروس الأعراض بتظهر في خلال 5 ايام. وبتقول ان الحاجة الوحيدة اللي هتنقذ البشر من السم ده انهم يموتوا. وبتتأسف وبتقفل الفيديو وبتشوف دريسا دولاب وفيه عينات تجارب وبتروح تشوفه وبتلاقي عينة منهم مكتوب عليها العينة الأخيرة. وبيروح لها ليفاي بعد الفيديو ما بيخلص وبيقول لها انهم ما ينفعش يفضلوا اكتر من كده عشان ما يتعرضوش للفيروس. فبتقول له انهم لازم يلاقوا مخرج من المكان بسرعة. فبيشوف ليفاي باب وبيروح ناحيته وبيقول لها انه ممكن يكون مخرج. ولما بيدخلوا بيلاقوا أجهزة وبتسأله ليه المنظمات العسكرية ما يكسفوش الأخدود نهائي. وبيقول لها انهم لسه بيدرسوا اللي جواه وانهم ما بيشتغلوش لحساب الجيش وانهم بيشتغلوا لحساب شركة دراك واللي بتكون شركة كبيرة متخصصة في الأبحاث الوراثية وانهم استغلوهم عشان أبحاثهم وانهم عملوا كده عشان يصنعوا جنود خارقين. فبتقول له ان ده سر خطير. وبيلاقوا فولدر اسمه الكلب الضار وبيفتحه وبيفهم انه سلاح نووي اتعمل لتدمير الأخدود وانه بيشتغل تلقائي في حالة ان سر الأخدود اتفضح وان المنطقة الآمنة من الصاروخ على بعد 4 كيلو. وبيقفل الفولدر تاني وبيمشي وبيوقفها وبيقول لها انهم لو ما طلعوش من هنا فهو مبسوط انه اتعرف عليها. وبيرجعوا للباب اللي دخلوا منه وبتقول له انها كانت سايبه الذخيره بتاعتها لكن مش لاقياها. فبيقول لها ان المخلوقات دي اكيد خدتها. وبيفتحوا الباب وبيلاقوا ضباب في كل مكان وبيقول لها انهم بيلعبوا بيهم وانهم عاملين لهم. فبيقرر انه هيلعب معاهم بنفس لعبته وبيفتحوا قنابل غاز
الإزاز وبيمشوا، وبتلاقي دريسا شنطتها فبتشيلها، وبيطلع فخ وبيسحبها واحد من رجال الجوع، بتحاول تقطع الحبل أو تقتله لكن بتفشل وبتتخبط في غصن شجرة فبيغمى عليها، وبيفضل ليفاي ماشي وبيدور عليها في نفس الطريق لحد ما بيوصل لمكان صاروخ الكلب الضال، وساعتها بيلاقي الصاروخ على وشك الانفجار، وبيكون فاكرها موجودة وبينادي عليها لكن ما بيلاقيهاش فبيمشي من المكان. بنروح لدريسا اللي بتكون متعلقة ومصابة في جنبها، بيروح لها راجل الجوع وبيشيل من جنبها الخشبة وبتفوق وبتزعق فيه وبتهدده فبيسيبها وبيمشي لكنه بيقرر يرجع لها، لكن دريسا بتضربه وبتقدر تفك نفسها وبيهجم عليها وبتحاول تقتله لكن ما بتعرفه، وبيوصل ليفاي في الوقت المناسب وبيضرب عليه نار وبيموته، وبيشوف ليفاي اسمه على هدومه وبيعرف انه اول جندي في البرج الغربي، وبيقول لها ليفاي ان هو اللي سماهم رجال الجوع، فبتسأله دريسا عن مكانهم فبيقول لها انهم في مستعمرة لإنشاء الصواريخ الكيميائية وانه وصل لها من خلال مخزن صواريخ وان المخزن ده هو المخرج الوحيد، وبيشرح لها ان الزلزال اتسبب في تسريب غازات كيميائية من الصواريخ وان الفيروس اللي دكتورة المختبر اتكلمت عنه مختلط بالضباب، وبيلاقوا خلايا متكونة من مجموعة من الكائنات الغريبة على شكل بشر، وبتدوس دريسا غصب عنها عليهم وبتخبط فيهم وبيقدروا يمسكوها لكن ليفاي بيلحقها. في نفس الوقت بتتجمع الخلايا وبتتكون من جديد وبتصحى الكائنات اللي فيها وبتهاجم دريسا وليفاي، وبتمسك واحدة منهم ليفاي فبتضرب عليهم دريسا قنبلة وبتحرقهم كلهم وبيهربوا وبيطلعوا من مخزن الصواريخ، وساعتها بيلاقوا باب مقفول واول ما بيفتحوه بيلاقوا انه جراج عربيات، فبيقول ليفاي لدريسا ان العربيات دي هتساعدهم يخرجوا، وبيشرح لها ان العربيات الجيب القديمة فيها رافعات قوية هيقدر يستخدمها بدل حبال التسلق، وساعتها بتسوق دريسا وبيوجهها ليفاي للطريق وبيقول لها تروح في اتجاه البرج الشرقي عشان الحبال اللي هو وقع بسببها في الأخدود هتكون موجودة هناك، وبيوصلوا فعلا وبيلاقوا الحبال وبيبدأ ليفاي يوصل الحبال بالعربية وبيبتدي يهجم عليهم رجال الجوع وبتواجههم دريسا لكن ذخيرتها بتخلص، وفي نفس الوقت ليفاي بيكون خلص وبتركب هي العربية وهو بيواجه رجال الجوع وبيخلص عليهم وبيركب العربية وبترفع العربية وبيقدروا يتسلقوا الأخدود، لكن قبل ما يوصلوا للبرج الشرقي بيطلع وراهم رجال الجوع وبيقدر واحد منهم يوصل له، وبتوقف دريسا العربية وساعتها بيضربوه بيقدروا يتخلصوا منه، شغل العربية تاني وليفاي بياخد السيف ويقتلهم وبتساعده دريسا لكن عددهم بيكون كتير، وبيهجم واحد على ليفاي وبيقعوا الاتنين لكن ليفاي بيمسك في العربية وبيطلع إشارة استغاثة وبيرميها عليهم وبينفجر جزء كبير منه، وبيطلعوا على حافة في الجانب الشرقي وبيقطعوا الحبل فبتنزل العربية وبتنفجر، بيقدروا يتخلصوا منهم كلهم، وبيوصل ليفاي ودريسا للبرج الشرقي وبيعالجوا جروحهم وبيتفقوا انهم هيفضلوا في الحجر الصحي لمدة 5 ايام لحد ما يتأكدوا انهم ما اتصابوش بالفيروس، وبيتفقوا انهم هيهربوا سوا لفرنسا بعد ما يدمروا الأخدود، وبيفكرها ان الأعراض هتظهر في خلال 5 ايام، وبتقوله انهم لو فضلوا عايشين هينفذوا خطتهم الاسبوع الجاي، فبيقول لها انه بيحبها وبيرجع للبرج الغربي بتاعه وبيعمل اختبار للاسلكي بتاعه وبيلاقي ان العميلة السرية بترد عليه تسأله لو كان دخل الأخدود لان اجهزتهم اشتغل، فبيقول لها انه ما دخلش لكن شاف واحدة من مسيرتهم خارجة، بتقوله ان القوات الخاصة بيحصل فيها تطور علمي الفترة دي، تسأله لو كان يعرف هي بتشتغل ايه فبيفهم انها بتوقعه في الكلام وبيقول لها انه مش عارف، فبتكمل كلامها وبتقوله ان الابحاث والتطور ده هيخلي الجيش الامريكي اقوى جيش في العالم، وبتسأله لو كان شاف نظيره في البرج الشرقي بيتحرك وان لو مش هو اللي شغل اجهزتهم يبقى نظيره، وبتأمره انه يقتل نظيره وبتكون كاميرات الكمبيوتر صورته هو ودريسا، وبتتصل بحد وبتقوله ان ليفاي خرج عن طعم وانه يستعد وانها هتروح معاهم وهتقتله بنفسها، وفي تاني يوم بيكون ليفاي ودريسا بيعملوا دورية بتقعد وبتكتب له ان هي كمان بتحبه، وبيلاقوا فجأة ان في طيارة جاية عليه ويعرفوا انهم اتكشفوا فبيقول لها تهرب، ولما بيوصلوا البيت ما بيلاقوش ليفاي ولا دريسا، بتطلب منهم يدوروا عليهم بطيارات وبيوصلوا ليفاي ودريسا وبيكونوا بيجروا والطيارات بتضرب عليهم لكنهم بيقدروا انهم يدمروا الطيارات وبيهربوا، وساعتها بتسمع العميلة السرية صوت الانذار بتاع صاروخ الكلب الضال وبتفهم ان المكان كله هيتدمر وبيحاولوا يهربوا من المكان لكن ما بيلحقوه وبيحصل الانفجار وبيموت، وبنروح لدريسا اللي بتكون وصلت لمنطقة الامان لكن ليفاي ما بيلحقش وبيقع في النهر بسبب الانفجار، بتروح دريسا في كهف وبتكون بتعد لنفسها ايام الحج، وبعد 5 ايام بتمشي وبتروح فرنسا بعد ما بتتأكد انها مش مصابة، وبتستنى ليفاي في المكان اللي اتفقوا عليه لكن ليفاي ما بيروح لهاش فبتفكره مات، وفي شهر ابريل بتكون دريسا بتشتغل في مطعم وبيروح لها ليفاي وبتتفاجئ بوجوده وبيقول لها انه كان مصاب وبيرجعوا لبعض. الملخص ده كتبته سيرمين مجدي ومنتجه اسلام مصطفى وسجله خالد جمال، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك باقي الملخصات.